رئيس نادي سموحه. عارفين قصه احمد جعفر مع نادي الزمالك ومشكله تجديد عقده واصرار اللاعب على رقم معين واصرار الزمالك على هذا الرقم. دايما يعني اتعودنا ان الانديه بترضخ دايما، خصوصا اللاعبين المهاجمين او النجوم في الفريق. احمد جعفر قال او تسربت اخبار ان هو جاله عرض قوي جدا من النادي المصري عن طريق كامل ابو علي، يمكن 3.5 مليون جنيه في السنه او 3 مليون جنيه كوسيله ضغط او ورقه ضغط على نادي الزمالك. حصل اتصال تليفوني بين كامل ابو علي رئيس النادي المصري وعمرو الجنايني عضو مجلس اداره الزمالك السابق. ابلغوا كامل ابو علي ان كل الكلام اللي اتنشر في الموضوع ده غير صحيح، وان هو لا فكروا في احمد جعفر ولا عرضوا عرض على احمد جعفر ولا اساسا عايزين احمد جعفر، وبالتالي بناء عليه الزمالك بدا يتشبث بفرض شروطه على احمد جعفر ووكيله تامر النحاس. واللي بيتردد برضه انه بدا نادي الزمالك يعرف انه عقد الوكاله بين تامر النحاس طيب كابتن تامر النحاس، مساء الخير. نور يا استاذ محمد، الله يكرمك. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الله يبارك فيك، عاش من سمع صوتك. ربنا يخليك. الله يكرمك كابتن تامر، عرفنا انه كامل ابو علي رئيس النادي المصري اتصل بنادي الزمالك وابلغهم انه ما فيش تفكير خالص في احمد جعفر، وكل الكلام اللي نشر في هذا الامر غير صحيح، وكانت دي ورقه ضغط يمكن من احمد جعفر على نادي الزمالك اللي بيصر على التجديد لجعفر بالشروط الماديه الموضوعه سابقا. طيب هو تحديدا اظن ان مش ممكن ما يكونش مستر كامل هو اللي كلمه، لكن اظن ان في حد كلمه بيرشح له النادي المصري. ولكن هو القصه واضحه ان احمد جعفر ارتباطه بنادي الزمالك، يعني او حتى لو احمد جعفر مش هيلعب في نادي الزمالك هيبقى يعني عنده اختيارات اخرى، منها السفر بره مصر، منها انه ينتقل للاهلي لو لم ينتهي عند الزمالك. هو ينتقل للاهلي، يعني انت جايب له عرض من النادي الاهلي مثلا؟ طبعا هناك عرض من النادي الاهلي، وكان احمد جعفر واضح جدا في كلامه ان هو شايف ان فرصته في الزمالك كويسه وبقى له 4 سنين، وكان حاسس ان المسؤولين في الزمالك هيقدروه. لا يعني انت خدت ضوء اخضر من الكابتن حسام البدري انه في حاله ان احمد جعفر مش هيجدد مع الزمالك اهلا بيه في النادي الاهلي؟ والله هو كان الكلام يا استاذ محمد من شهرين ان اي نادي بيبحث عن لاعبين متميزين يخدموا ناديه، ويكونوا هؤلاء اللاعبين لا يكلفون النادي شيء، كانوا لاعبين حرين في الانتقال. فكان من ضمن الاسماء المطروحه قدام النادي الاهلي واحمد جعفر، وكان في طبعا قبول لان احمد جعفر مهاجم لا يرفض. يعني وكانت القصه كلها ان احمد كانت رغبته ان هو شايف ان حظه ماشي مع نادي الزمالك، وان وجوده في النادي 4 سنوات ويجدد تاني 3 أو 4 فيبقى يعني ممكن يبقى ده قيمه لاحمد وهو حاببها اذا كان مسؤولين النادي سيقدروه التقدير المناسب. وانا يعني تحديدا قعدت مع الكابتن حازم امام وقعدت مع الكابتن ايمن يونس، وكان الكلام كلام جيد جدا من الاثنين، ووصلنا لشبه تقارب في الارقام الماليه. ولكن الاسبوع الاخير دوت يعني حسينا ان في تصريحات من مسؤولين الزمالك، يعني مش تصريحات انا شايفها مش جيده في مرحله التفاوض. طب الكابتن تامر يعني بدا يتردد في نادي الزمالك ان انت بتتكلم باي صفه ان عقد الوكاله بتاعك مع احمد جعفر قد انتهى. مين قال كده؟ يعني حد كان في نادي الزمالك بيقول لي، فانا بسالك اهو، يعني انت قول لي. طبعا لا، اي صفه هو احمد جعفر موجود في نادي الزمالك، واذا كان نادي الزمالك او مسؤولين الزمالك هيقدروا يقعدوا معاه ومن غير الوكيل بتاعه، حتى لو هناك عرض واحمد عايز كده ممكن يعملوا كده، لكن هو الطبيعي ان احمد لا ماضي معايا موقع، وانا مش بقعد عشان بس هو موقع، انا بقعد لان دي رغبته. لا بس عقد الوكاله بتاعه معاك انتهى فعلا تاريخه زي ما بيقولوا؟ لا طبعا. لا ينتهي طبعا. امتى طيب تاريخه؟ ينتهي في نهايه موسم 2013، نهايه سنه 2013. يعني نهايه الموسم اللي احنا فيه ده؟ يعني نهايه السنه مش الموسم. يعني في شهر ديسمبر اللي جاي. ايوه ان شاء الله ربنا. ده العقد اللي معتمد في اتحاد الكوره. طبعا متوصل اتحرق بس معايا نسخه منه. اتحرق اوكي. طب عشان كده الزمالك بيتكلم، يمكن عشان اتحرق عارفين انه مش موجود. لا بس انا اظن ان دي انتهت ليه؟ لان كان حصلت يعني عدم رغبه من الدكتور عبد الله جورج، وانا بحترمها ان هو مش حابب يقعد معايا. فالنادي الزمالك خلى الكابتن حازم يكلمني وقعدت معاه، وبعدين قعدت مع الكابتن ايمن يونس، وكانت قعدات كلها محترمه جدا، وانا شايف ان احنا قريبين. يعني انا بس مستغرب جدا من التصريحات اللي اتقالت ال3 4 ايام اللي فاتوا دول، لان الامور كانت قريبه جدا بيني وبين الكابتن ايمن يونس، وكنا قربنا نصل لاتفاق انا شايفه مرضي للطرفين، ولكن التصريحات جت في عكس المسار التفاوضي الرائع اللي كان بيني وبين الكابتن. طب انت شايف اخيرا الاقرب لاحمد جعفر التجديد ولا الرحيل؟ والله اللي انا شايفه ان يعني احنا لو لم نجد رغبه اكيده وتقدير لقيمه احمد جعفر من نادي الزمالك،
اظن ان الرحيل هيبقى الاقرب، لكن لو هناك رغبه اكيده في نادي الزمالك وتقدير لاحمد جعفر، احمد جعفر قال انا عايز اقعد في نادي الزمالك. اشكرك شكرا جزيلا كابتن تامر النحاس وكيل اللاعب احمد